الانجليزي، حلقه جديده من كانت حضرتك على الطريق. رجعنا لكم حلقه جديده يعني من السلسله اللي بنحكي فيها عن لعيبه ما كانش عليها يعني في اخر فتره بالذات العين، كانوا مواهب ولكن يعني مستواهم بدا يضيع، لكن قعدوا اكتشاف نفسهم مره تانية. ونجم حلقتنا النهارده الاسباني اللي زي ما قالوا عنه الراجل اللي عاد الحياه مره اخرى، وهو فرانشيسكو اسكو، اللاعب اللي كان قبل كده عارفين مستواه مع ريال مدريد. فقبل ما نبدا، مش شارك القناه وفعل جرس التنبيهات وتدوس على زر اللايك. عارفين ان اسكو واحد من افضل المواهب اللي كانت جت في العالم في فتره من الفترات. اللاعب اللي يعني بدايه ترعرع مستواه الحقيقي كان مع نادي ملقا الاسباني، اللي كان واحد من افضل اللعيبه الشباب اللي في العالم وقتها، واللي خد الجولدن بوي في مره بالمناسبه. اللاعب اللي خلاص الناس شبهته، اللي قال لك ده خليفه انيستا، مش عارف روح اسبانيا الجديد، خليفه زيدان، عشان كده بتوع ريال مدريد حطوا عينهم عليه وقدروا يجيبوه. فاللاعب يعني لو راح ريال مدريد اتحط عليه يعني على كتفه ان هو زيدان مدريد وانيستا اسبانيا والحاجات الغريبه اللي طلعت عليه. ويعني كل الموضوع دوت فير طبعا. اللاعب كانت موهبه كبيره زي ما قلنا، واخد الجولدن بوي مع نادي مش اللي هو معروف قوي. فاللاعب خلاص اللي هو بقول لك مستقبل الكره الاسبانيه الجديد. هتيجي تبص اللاعب اللي في فتره من الفترات اصلا مع ريال مدريد يعني سعره وصل لل 80 مليون على ترانسفير ماركت. اللاعب اللي يعني المدرب الوحيد اللي عرف يستغله صح، عشان كده الناس بتقول لك ده معشوق زيدان والحاجات دي. وهو فعلا زيدان اللي جت عليه فتره كان عامل تشكيله اصلا للدوري الاسباني وتشكيله لدوري ابطال اوروبا عشان يحقق الانجاز التاريخي اللي عمله. فعشان كده اللاعب يعني خلاص بدا ان هو يعني بريقه كله مع زيدان. فاول ما زيدان مشى الناس يعني ما عرفتش الدوري في التشكيله اللي بعده، لحد ما وصل بيه الحال ان هو بقى دكه. حتى تحس ان في ساعات اوقات كتيره بره القايمه مدربين متجاهلاه والحاجات دي كلها. فاللاعب بعد كده ريال مدريد حب يمشيه اكتر من مره، يروح يشوف نادي. اللاعب مستواه زاد يعني ما بقاش اهتمامه بالتمرين اكتر حاجه، تحس ان هو يعني بقى ملهي عن كره القدم شويه. لحد ما خلاص عقده خلص وبعد كده مشاه، واللاعب اتصدم لما لقى انديه كتيره مش عايزاه. لحد ما اشبيليا قالت له طب تعالى لما ناخدك 6 شهور نجربك ولا فتره من الموسم. اللاعب راح وفشل معاهم فشل ذريع، يعتبر ما عملش معاهم اي حاجه. وبعد كده خلاص اللاعب سابهم، في بدايه موسم قال لك ده هيروح يونيون برلين، وهو رايح لهم في الطريق بيقولوا له طب معلش يمكن ننقص المرتب شويه. فاللاعب يعني من جواه حس باهانه، ازاي يعملوا معانا كده. وبالفعل اللاعب يعني ما تمش الصفقه، وقعد في بيتهم حوالي 6 شهور شغال على نفسه وتمرين، لحد ما يعني على الاقل يقدر يعيد مستواه ويعيد اكتشاف نفسه مره تانية. بالفعل دي كانت خطوه كبيره جدا اللاعب يقدر يتخذها، بالذات ان هو عدى ال 30 سنه، ودايت قاسي بقى مع نفسه ومعدين بدنيين وتدريب مع نفسه في البيت لحد ما جه بعد كده بالجريني مع ريال بيتيس، والاداء اللي عامله الكبير، وان هو وصل بيهم دوري اوروبي، وان هو مؤمن بقدراته وطريقه لعب اصلا بالجريني، حريه الحركه والحاجات دي كلها تناسب اسكو. كلنا عارفين ان دي طريقه لعب اسكو، وبالفعل المدرب راهن عليه وراح. ومن ساعتها وانت شايف اصلا في البري سيزون قبل ما الموسم يبدا، اللاعب يعني لياقته البدنيه بدات ترجع، مستواه في البري سيزون مع النادي مؤدي بشكل كويس. تبص تلاقي ان اللاعب يعني كجسمانيا رجع لاسكو في بداياته مع ريال مدريد، وبالفعل ينضم لريال بيتيس مره تانية، يعني ينضم لهم ويرجع للملاعب مره تانية. وتبص تلاقي ان في اغلب الماتشات هو اصلا اكتر لاعب حاليا في الدوري الاسباني، واخد نجم المباراه. ابداعاته معاهم في الدوري الاوروبي، يكون ان هو لعب حوالي 17 ماتش جايب 3 اجوان و3 اسيستات، ويعني من اكتر اللعيبه اللي في الدوري الاسباني في الفتره دي بتعمل مفاتيح لعب كويسه جدا. اللاعب هو يعتبر اهم عنصر اصلا في ريال بيتيس، وقدر يستعيد مستواه مره تانية، سواء بقى رجوعه للمنتخب في المعسكرات والحاجات دي كلها. واللاعب عنده حلم ان هو يلحق اليورو الجاي، وبالذات بعد ما يعني بعد وقوع اكتر من مستوى لاعب في نص ملعب اسبانيا واصابه جافي والحاجات دي كلها. اللاعب اصلا بدا يتحط عليه انظار من انديه اوروبيه كبيره، زي شفنا الدوري الايطالي، الميلان عايزه عشان مكان ابراهيم دياز، واليوفي عايزه عشان اللي حصل مع بوجبا. انتر ميلان عايزه يعني بالطريقه اللي انزاجي بيلعبها، ان هم بيمسكوا كرة كتير على الخصم. والانديه بتاعت الدوري الانجليزي في انديه عايزه تراهن عليه. شفنا مانشستر يونايتد اتكلم، شفنا تشيلسي عايز يجيب لاعب يحط خبره في نص الملعب بعد اللعيبه الخبره الكتيره اللي طلعت. ففي اكتر من نادي حطت عينه عليه، وموناكو برضه داخل في الصفقه بشده. فخلاص اللاعب بدا يتحط العين عليه بصفه كبيره، علشان يعني نشوف اسكو اللي كلنا عارفينه. وزي ما بنقول اللاعب خلاص في الفتره دي كل يعني تحس ان مستواه بيزيد يوم عن يوم بسبب حلم اليورو زي ما اتكلمنا عليه. فيعني دي حاجه كبيره تحسب لاسكو ان هو قدر يرجع لمستواه، عكس لعيبه كتيره بتتدهور لما بتشوف المواضيع اللي حصلت معاها. فدي كلها ظروف شخصيه للاعب ادت ان هو يرجع لاسكو اللي احنا عارفينه. فاكتب لنا برضو في الكومنتات، هل كنت تتوقع رجوع مسيره اللاعب ولا كنت مفكر ان هو انتهى؟ وقبل ما ننهي مشيك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على زر تكتبنا في الكومنتات عايزنا نتكلم عن ايه الحلقه الجايه.